السلام عليكم. أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنتكلم عن أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وهنتكلم عن أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وأسعار فول الصويا المستورد والمحلي وأسعار القطن والفول السوداني والفاصوليا وأسعار الفول البلدي. قبل ما نبدأ في التفاصيل بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد. ولو حضرتك مهتم بالأسعار وأول مرة تشوفنا، في زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك بالعربي، هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ننزله على القناة يوصل لك إشعار على الموبايل. بالنسبة لأسعار الرز الشعير، في ارتفاع طبعا في أسعار الرز الشعير، ده نتيجة طبعا العرض والطلب وأسعار مخلفات الرز المرتفعة وأسعار الدولار اللي رفعت أسعار جميع المحاصيل الزراعية في السوق والسلع الغذائية اللي هنتكلم عليه بعد ما نقول أسعار الرز الشعير. سعر الرز الشعير العريض وصل للمضرب 20,000 جنيه للطن، وسعر الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب 19,500 جنيه للطن. أسعار التنفيذ بالنسبة للرز الشعير العريض 19,800 جنيه على أرضه، وبالنسبة للرز الشعير الرفيع 19,300 جنيه من أرضه. الأسعار بتختلف من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وعلى حسب طريقة السداد وعلى حسب النولون وهامش ربح التاجر وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسوريتكس وكسر من 8 ل10%، 29,500 جنيه للطن. أسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة أعلى جودة زيت وبخار وسوريتكس وكسر من 8 ل10%، 28,500 جنيه للطن. أسعار الرز الأبيض بتتوقف على أسعار الرز الشعير ومشترياته وأسعار مخلفات الرز ونسبة الكسر وجودة البضاعة. ولو في بضاعة 3% كسر لدى المضارب بتبقى بضايع خاصة وبتزيد شوية في السعر من 200 ل300 جنيه عن الأسعار اللي احنا بنقولها. بالنسبة لأسعار مخلفات الرز، السرس المطحون من 2,500 جنيه ل2,600 جنيه، وكسر الرز الناعم من 18,000 جنيه ل18,200 جنيه، وسعر الكونة من 14,500 ل14,600، والسرس البلدي 9,000 جنيه للطن. بالنسبة لسعر الدولار في السوق السوداء النهاردة 66 جنيه. كان في ناس كتيرة جدا بتسأل هل هيتم تعويم ولا لأ. المفروض كان هيبقى فيه تعويم، بس ممكن يتم تأجيل التعويم لحين انخفاض التضخم في نهاية شهر مارس وأوائل شهر إبريل لحد 20% حتى يتم التعويم. الدولة بتحاول يبقى في جاهزية للتعويم علشان الدخل بالدولار يكون موازي للمصروفات الدولارية، علشان التعويم يبقى مجزي ونشوف ثماره. لكن حاليا مفيش جاهزية للدولة، فالمفروض الدولة تنتظر قليلا تقريبا 3 شهور على ما تبدأ التعويم. بالنسبة لمصر، العملة الصعبة بتاعتها بتيجي عن طريق 3 مداخل. المدخل الأولاني قناة السويس اللي بدأت السفن تحول اتجاهاتها بعيدا عنه نتيجة التوترات اللي موجودة في البحر الأحمر. المدخل الثاني وهو السياحة اللي بدأت تقل جدا نتيجة برضو التوترات اللي موجودة في المنطقة بالكامل. بالنسبة للدخل الثالث اللي هو تحويلات المصريين من الخارج اللي انخفضت بنسبة كبيرة جدا بسبب اختلاف سعر صرف الدولار في السوق السوداء عن سعره في البنوك، وبالتالي الدولة في أزمة كبيرة جدا نتيجة صعوبة توفير العملة الصعبة عشان نقدر نستورد بيها أو نسد بيها حتى القروض اللي علينا. بالنسبة لأسعار الذرة، سعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 19,300 جنيه للطن صب أرض المينا، ارتفع 300 جنيه للطن النهاردة. وسعر الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني ارتفع 300 جنيه في الطن ووصل سعر الطن ل 19,300 جنيه. وسعر الذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني والروسي والتركي ارتفع 300 جنيه ووصل سعر الطن 18,300 جنيه. أما عن أسعار
فول الصويا المستورد 44% بروتين 41,000 جنيه للطن صب أرض المينا، وصويا 46% بروتين محلي 42,500 جنيه للطن ارتفع 1000 جنيه صب أرض المينا، وصويا 46% بروتين مستورد في ارتفاع 1000 جنيه ووصل سعر الطن ل43,000 جنيه. بالنسبة لأسعار مشتقات فول الصويا، زيت فول الصويا المقرر 58,000 جنيه، وزيت فول الصويا المنزوع 56,000 جنيه، وبذر فول الصويا 56,500 جنيه، وقشر فول الصويا 11,000 جنيه. كسب عباد 36% بروتين 24,000 جنيه، ومتوسط سعر الردة 14,000 جنيه من سعر البورصة، والردة لدى المطاحن بيختلف سعرها من 200 ل 300 جنيه في الطن. بالنسبة لأسعار الفاصوليا النيلي في هدوء في الأسعار، وصل سعر الطن ل86,000 جنيه بعد ما كان حصل 91 و92 ألف جنيه. بالنسبة لسعر تقاوي الفاصوليا الصيفي من 100 جنيه ل110 جنيه للكيلو. سعر القمح النهاردة متوسط سعر إرداب القمح من 2700 جنيه ل2800 جنيه للإرداب. بالنسبة لأسعار طن القمح 12.5% بروتين 19,200 جنيه، والقمح 11.5% بروتين 19,000 جنيه. سعر الدقيق 27% 21,500 جنيه، ودقيق 24% 21,300 جنيه. سعر الفول البلدي التلاجات الخام الإرداب ب155 كيلو من 6,200 جنيه ل6,300 جنيه للإرداب، ومتوسط سعر طن الفول الرفيع 41,500 جنيه، والعريض 42,000 جنيه للطن، والفول البلدي المستورد من 37,500 ل38,000 جنيه للطن. أما عن أسعار الفول السوداني، فسعر الفول السوداني الأربانش من 3,700 جنيه ل4,000 جنيه للإرداب. الإرداب وزنه 75 كيلو وعلى حسب جودة الفول. أما عن أسعار القطن برا المزادات خارج المنظومة، القطن جيزة 94 الأكثر انتشارا في السوق، الإنتار 157 كيلو ونص من 13,500 جنيه ل13,800 جنيه للإنتار. بالنسبة لأسعار السمسم ديل الجمل الخام 160,000 جنيه للطن. وبالنسبة لأسعار الكراوية كان في حد سألنا عليها، الكراوية الخام 140,000 جنيه للطن، والمغربل 150,000 جنيه للطن. ده كان كل اللي في الفيديو النهاردة. عرضنا لحضراتكم أسعار الرز الشعير، وأسعار الرز الأبيض، وأسعار مخلفات الرز، وأسعار الذرة المستورد، وأسعار فول الصويا المستورد والمحلي، وأسعار القطن والقمح والفول السوداني والفاصوليا. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا، وبدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.